بالاول والله ما متعود على اللقاءات، اول مره يعني تقريبا اول مره. انزين، فان شاء الله يعني تكون حاجه طيبه باذن الله. منو محمد؟ عرفنا محمد الحجري. ونعم. من عمان. ملقب بمجومبه. هذه عاد قصه طويله. ملقب ايش؟ مجومبه. جومبه. ايوه. وفي الدوحه بالمنحوس. ايوه. هولندا، كوريا. كوريا والبرازيل. زين. انزين، شجعت كوريا. انزين. ايوه. رحت سوق واقف. ورحت سوق واقف. ترى هو هذا ايوه المكان اللي اشتري فيه كل اللبسات. حلو. سوق واقف. انزين، خذيت كوريا ورحت الملعب 27 دقيقة 4-0. 27 ولا 37؟ 37 4-0. والبرازيليين وكان في وكان في جنبي مغربي، وخبرت الموضوع. قلت له يا حبيبي انا بكره حاضر مباراة المغرب وترى صاير معاي كذا وكذا وكذا. قال لي لا تجي الملعب، ابعد عنا باي طرق، يعني لا توصل الملعب. قلت له شوف انا بجي بس بلبس منتخب اسبانيا. قال لي خلاص تمام. ورحت هذه المباراة. رحت سوق واقف واشتريت اسبانيا. نفس الشيء. ولا واسبانيا تغادر. لا هنا بديت اخاف من نفسي بعد، والله ان الوضع ترى صار ما طبيعي. اوكي بعد كذا لحظه، والناس شلون تفاعلوا معاك الحين؟ علمنا. ايوه المغاربه ايش سووا فيه؟ اول شيء اشكر ما اعرف يصير عاد جريده القبس الكويتيه. زين، سووا معي اللي قبسوا عليه. ايوه سووا معي لقاء وضرب اللقاء، وصل الى المغرب. وبعدين جريده اذاعه الوصال عندنا في عمان اذاعه محمد العلوي حق اخوي خالد بن حمد البسعيدي. ايوه، قال لي تعال اسوي معك لقاء وبنجرب. سويت اللقاء معاه، ضرب ووصل المغرب انه انا شجعت اسبانيا وخسروا. الا والمغاربه بعدها يرسلوا لي ويتصلوا فيني، الله يخليك شجع المغرب ضد البرتغال، سوي اي شيء بس شجع يعني. قلنا يلا تمام نشجع عشان نكسر هالنحس اللي فينا. بالضبط. لبس كريستيانو ولبست البرتغال. هاي في وين؟ هذا في الفندق اللي انا مقيم فيه. شكله مشيرب ولا انا غلطان ولا في سوق واقف ولا وين؟ لا هذا جنب ملعب 974. اوكي. فندق ايوه قريب. ايوه فندق الجديد هذا فندق الخليج قبل. ايوه تقريبا. ايوه والله ما اذكر بالضبط. اظن هذا هوتيل تحت الكوبري اللي يروح ابو جاس. اظن فندق 974. ايوه المهم الفندق انا فندق الخليج قبل. قبل فندق شارقه. ايوه وقبل هذا برازيل وكرواتيا. زين. وغادرت البرازيل. اخترت منتخب ثقيل، منتخب مرشح. هذا اللي بيكسر النحس اليوم. انتبه لا تلبس الارجنتين. بس انتبه لا تلبس احمد. خليك يكمل احمد. كرواتيا اتصلوا بي. كرواتيا لا. بس من بعدها مباراة امس كل المغربيين كل الحسابات المغربية يا رجل شجع المغرب، شجع برتغال، شجع برتغال، شجع. كنت بجرب وخايف انه يضيع الموضوع، والله وتضبط والمغرب تفوز. سووا فيك، سووا لك حفلة. الله بسوي اكثر من زوجتي والله العظيم. كل حد يمر يبوس فيه، كل حد يمر يبوس فيه والله. يعني صار انزل البوست دائما، يعني في الانستغرام اذا تشوف انزل البوست انه يلا برتغال او يلا ايوه كذا، والله تضبط. جاسم ولا فريق لبسته وفاز والله من يوم جيت دوحة ولا فريق. ان شاء الله. شجع البرازيل غادرت. محمد شجع هولندا غادرت. محمد شجع البرتغال وغادرت. يعني موقف ما تنساه صار لك في البطوله لحد الحين، يعني بسبب هالموضوع. ايوه النفسيه وش اصعب موقف اللي هو كان
مباراة اسبانيا. زين. بعد مباراة اسبانيا نفس الشيء، اللقاء كان مع الوصال بعد المباراة. اذاعه وصال احتكروك الظاهر. ايوه محللين وجودك في الدماغ. بالضبط. زين، اجتهاد حلو منهم. زين. اي والله. فبعد مباراة اسبانيا المغربيين ما فاهمين الوضع، بعد ما عارفين انه ترى اذا لبست كذا يصير كذا. فهي ترى ما علم او استعين بشخص، هي كذا بس اجربها. ما خفت يتهجمون عليك ولا شيء؟ والله هي هذه من الملعب يا الخيل ايش كنت معصبين يا اخي والله وزعلانين. انت كابتن اسامه يوم تعصب كيف تتكلم يعني؟ الموسم الجديد اسبانيا تصبرين كان الاستاذ اسامه كذا واقفين بس على صوت اعلى. على صوت اعلى. ليش يا خيل وليش يا والله. وفي شويه احنا نسميها دفش، نحن نسميها دفره. يدزونك. اي والله. وليش فيه؟ ترى انا معاكم يعني. وفي اللقاء يعني انا ما اعرف كيف وصلت سوق واقف والله.